إعلام إسرائيلي أيضا يتحدث أن بعد إيران دور الجزائر قادم. نعم. كيف بتشوف هذا الحديث؟ أولا الجزائر في دائرة الاستهداف ليس من الآن. الجزائر بالمناسبة عندما آوت منظمة التحرير الفلسطينية وكان لها قواعد في الجزائر، قواعد سياسية طبعا، وكانت بعض البواخر تصل إلى منظمة التحرير الفلسطينية، كان الموساد الإسرائيلي يفجر هذه البواخر. وأذكر قضية لا داعي أن نثير ملفا كاملا، تفجير باخرة في مدينة عنابة البحرية في الجزائر قام بها الموساد. والمخابرات الجزائرية يعني الجيش الجزائري وضع يده واعتقل الكثير من عملاء الموساد. كانت لديهم مهام أمنية في الجزائر. أول مهمة ربما تتعجبين التجسس على مفاعل النووي الجزائري عين وسارة. عين وسارة وضع تحت طائلة الاستهداف، وللأسف الشديد الفرنسيون ضليعون في الأمر، البريطانيون ضليعون، الأمريكان ضليعون، لأنهم طلبوا قواعد عسكرية من الجزائر في الساحل الجزائري في الصحراء الجزائرية، والجزائر رفضت. ودولة مجاورة للجزائر أيضا كانت ضليعة، والإمارات العربية أيضا كانت ضليعة. وهذا ما يفسر هجوم التلفزيون الجزائري على دولة الإمارات، لأن الجزائريين حصلوا على معلومات أن هنالك تواطؤ دولي ضد الجزائر. وأتذكر في يوم من الأيام في مؤتمر للقمة العربية في القاهرة، حمد بن جاسم آل ثاني القطري قال لمراد مدلسي وزير خارجية الجزائر الأسبق، قال له: أنت تدافع عن سوريا في الجامعة العربية، الدور قادم عليكم في الجزائر. طبعا المخططات الأمريكية لا توضع في أسبوع، توضع يعني في مدى زمني طويل جدا، وكان يؤشر إلى وجود مخطط ضد الجزائر. عندها أنا كنت في حلقة تلفزيونية فقلت لمراد مدلسي: يا معالي وزير خارجية الجزائر، ردك لم يعجبني على حمد بن جاسم الثاني، وأنا لو كان يعني أمامي لصفعته على الهواء مباشرة. والله العظيم أنت تتكلم بهذه اللغة ضد الجزائر؟ أنت تتكلم بهذه الأنجهية ضد الجزائر؟ والحمد لله لست وزيرا للخارجية، لأنني أنا لا أحترم ما يسمى بإتيكيت رجل الدولة، شخص يهينني وأسكت. أنا كجزائري مذهبي وعقيدتي علي متواقف. تعرفين قصة علي متواقف؟ الجزائري كان عندما تعدمه فرنسا ويتقدم إلى منصة الإعدام ويرشقه الفرنجة بعشرات الرصاصات، أصدقاء المجاهدون يقولون له: يا علي متواقف، فيتماسك والرصاص يخترق قلبه وكبده وأضلاعه، يتماسك إلى أن تصل الروح إلى الحلقوم فيضطر إلى أن يسقط. فهذا وزير خارجية قطر لو كان أمامي لصفعته، لأنه يهدد الجزائر. ما عاش الذي يهدد الجزائر، ولم يبعث ولم يحيى الذي يهدد الجزائر. ونحن في الجزائر 40 مليون استشهادي، 40 مليون انتحاري الذي يدنو من الجزائر. وقلت أكثر من مرة: ندكدك خيشومه ونأكل لحمه وشحمه. حاولوا من خلال طائرة الدرون التركية التي دخلت عبر الحدود الجنوبية من مالي إلى الجزائر، وكانت رسالة إلى منابع النفط في الجزائر ومنابع الغاز: لا تجربوا الجزائر. الجزائر طردت الحلف الأطلسي من أرضها، والجزائريون ضباطنا والقوات الخاصة الجزائرية، أنت تعرفين نحن عندنا ضباط من نوع خاص، غداؤهم الحيات وعشاؤهم العقارب، فما بالك بالأجساد الضعيفة أمام الجزائر. عسكريا جاهزة اليوم الجزائر؟ جاهزون إن شاء الله، جاهزون. وبالمناسبة أزيدك معلومات، هم لماذا أبقوا على الحريق الليبي؟ لأنه كان المخطط أن داعش تدخل من ليبيا إلى الجزائر، والقاعدة تدخل من ليبيا إلى الجزائر. والجزائر قاومت الإرهاب على مدى 10 سنوات في التسعينيات، ولديها تجربة واسعة في معرفة مكامن الإرهاب. وفي الجزائر قدرات مذهلة وقدرات جبارة. بغض النظر عن القدرات، هناك العقيدة القتالية ضد الاستعمار. يقول أحد شعرائنا ابن باديس: وإذا مت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. أزيز الرصاص ألفناه، وصوت القنابل أحببناه،
وذبح الأعداء مارسناه، فلا تعبثوا بأمن الجزائر، لأن الجزائريين أوفياء لدماء الشهداء. نحن لحد الآن لا نعتبر أن شهداءنا استشهدوا، ما زالوا أحياء. أنا كيحيى أبو زكريا ابن باب الوادي في الجزائر العاصمة، لحد الآن ما زال يعيش معي عميروش العربي بن مهيدي. تعرفين من هو العربي بن مهيدي أنت؟ لا. يا ميساء، العربي بن مهيدي ثائر جزائري، قال عنه بيجار عندما أعدمه طبعا: لو عندي 10 من أمثال العربي بن المهيدي لفتحت العالم كله. هؤلاء رجالنا، رجل في أمة. والجنرال لاكوست وهو يغادر الجزائر باكيا مترنحا مهزوما مذعورا منكوبا مصفوعا، سأله صحفي من جريدة لوموند، وجريدة لوموند كانت المسيطرة على المشهد الإعلامي الفرنسي، قال له: لما غادرتم الجزائر؟ أنتم ضعفاء؟ الحلف الأطلسي يغادر الجزائر. قال له: وماذا نفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا في الجزائر؟ فنحن عندنا القرآن وعندنا السلاح، وخذ للحياة خطوبها. نحن تعلمنا يا سيدتي في مدرسة الرجال، تعلمنا في مدرسة الأبطال، والجزائر بالنسبة إلينا ليست علما. الجزائر بالنسبة إلينا، بالمناسبة أنا عندي قنينة فيها تراب الجزائر من سيدي فرجلة من راست. إذا أردت أن أشحن نفسي مثل ما تشحنين نقالك بالشاحن، أنا أشحن نفسي ومعنوياتي باثنين: بتراب الجزائر وقسما بالنازلات الماحقات. هؤلاء أبناء الجزائر، وهكذا ستظل الجزائر. فلا تخافي على الجزائر إن شاء الله تعالى. مستعدون. نعرف أن الأعداء خبثاء وشياطين، ونعرف أن الأعداء يتربصون، ونعرف أننا في زمن سرقة الأوطان وتدمير الأوطان وإحراق الأوطان، لكننا في الجزائر نحرق قبل أن نحرق، ونضرب قبل أن نضرب، ونستأصل الرأس قبل أن تستأصل رؤوسنا. تعرفين لما؟ لأن رؤوسنا دائما مرفوعة إلى العلا. نحن لا نطأطئ، نحن أمة لا نطأطئ إلا لله ركوعا وسجودا.